السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كلها لازم تسمع الفيديو ده عشان الفيديو ده مش كوميدي. وفي الوقت الحالي والحالات النفسية اللي احنا بنمر بيها عمرنا ما هنعرف نقدم حاجة كوميدي، ولا حضراتكم هتعرفوا تتفرجوا على حاجة كوميدي أو تستمتعوا بيها. الشابو والمخدرات بجميع أنواعها حاليا اكتسحت اكتساح النار في الهشيم. شباب كتير ضاع وشباب كتير لسه هيضيع. يا ريت الناس تاخد بالها وتاخد بالها جدا من عيالها، وما تفكرش ان ابنك اللي انت مربيه النار بعيد منه. في لحظة سمعنا على ناس كتير محترمة في يوم وليلة اتغير بها الحال لمجرد انه هو جرب فقط للتجربة. في انواع حاليا في البلد مجرد اول تجربة بيحصل للبني ادم فقد في التوازن العقلي. جرائم قتل لناس ما يعرفهمش، اغتصاب، سمعنا على حد قتل امه، سمعنا على ناس قتل اخواته، سمعنا على جرائم سرقة بسبب المخدرات. يا ريت يا شباب من خلال الفيديو ده اعملوا اشارة لكل حبايبكم، اعملوا اشارة لكل الناس اليوتيوبر اللي قاعد على صفحاتها ليل نهار لمجرد الفكاهة والضحك. ويا ريت يا ريت تخلوا بالكم. ابنك بيرجع الساعة 12، بيرجع الساعة 1 سهران مع زمايله، سهران مع أصحابه. ترقبوا جيدا، ترقبوا جيدا. ممكن في أي لحظة يظهر صاحب سوء وما تلاقيش ابنك، وربنا يعديها على خير. بس احنا طبعا لازم نبقى مع الجهات الحكومية في الدولة ونقدر نساعدهم، وكل واحد يخلي باله من أولاده. أنا بيتي لو مقفول عليا، التاجر والعيال اللي هم بتوع دول بيلفوا على البيوت مش هيخبطوا على البيت ويقولوا له والله أنا ببيع حاجة مضرة تعال خد مني. فأنت تخلي بالك من ابنك، تخلي بالك من أصحابه الماشي معاهم. ناس كتير اتدمرت وشباب كتير اتدمر. دلوقتي بتمشي في الشوارع تلاقي ناس على الرصيف مرمية، ناس تحت الكباري وما تعرفهاش دي فين مصدرها، ولا هم من فين، ولا هو ناس بقت معدومة الأهلية. ناس ممكن في أي وقت تلاقي واحد قتل واحد بدون سابق معرفة، مفيش معرفة، بس هو كل المعرفة اللي عنده إنه هو عايز يقتل. فيا رجالة كل الموجود عندي يا ريت يشارك الفيديو. الفيديو مهم. النهاردة انت شايف ان الخبر بعيد من المحافظة بتاعتك او من القرية بتاعتك، لا قدر الله بكرة ممكن يبقى في بيتك. فاحذروا جيدا، وربنا يبارك لكم في اولادكم ويحافظ عليهم. و... ومش هنقدر نقول اكتر من كده. وحسبي الله ونعم الوكيل.